وبكده اقدر اقول لك الف مبروك. عرفت يعني ايه تعمل ريسيرش وازاي تعمله، وعرفت ازاي تبني استراتيجي خفيفه وبلان لطيفه جدا، وعرفت ازاي تبني الفانل بتاعتك من اولها لاخرها. هتقعد بقى تفكر مع نفسك دلوقتي، طب انا عايز اعمل بقى مشروع صغير كده، حاجه تشغل الشغل، انا عايزه فريلانس. يجي لك واحد صاحبك يقول لك بقول لك ايه، ما تيجي نشتغل في الدروب شيبينج؟ تقوم قايل له دي فكره هايله، مش محتاجه ان انا يكون معايا راس مال، وبدايه شغلها ممكن تكون محتاجه فلوس خفيفه قوي. الدروب شيبينج الكلمة اللي جننت أجيال. كل واحد كان فاكر إن هو هيفتح اللابتوب بتاعه وفي خلال شهر هيبقى مليونير. بس خلي بالك يا صديقي، عشان في حاجة مهمة جدا، في خيط رفيع قوي ما بين إن أنت تعمل بيزنس مظبوط أو إن أنت تقع في حاجة غلط أخلاقيا أو شرعيا. وتعالى أفهمك الموضوع ده. هو يعني إيه دروب شيبينج أصلا؟ ببساطة الدروب شيبينج ده هو أنت وسيط، أنت بتعرض منتج مش عندك عند ناس تانية، ولما العميل بيطلبه حضرتك بتشتريه من المورد أو من الموزع، وبعد كده يا إما حضرتك بتشحنه للعميل يا إما بتخلي الراجل هو على طول يشحنه. طب ما أنت كده بجد تقريبا قلت نفس فكره الاي كوميرس. اقول لك لا يا صديقي، الموضوع هنا يختلف. في الاي كوميرس انت بتشيل الريسك، انت عندك مخزن والبضاعه اللي في المخزن دي بتاعتك انت اللي تملكها، فانت في الاي كوميرس انت مالك المنتج. لكن في الدروب شيبينج انت ما عندكش مخزن وما عندكش مخزون وما عندكش بضاعه، وده اللي بيخلي دايما الانتري بارير بتاع الشغلانه دي سهل قوي. انت مش محتاج اي حاجه، بس مخاطرها بقى في الجوده وفي السمعه بتكون كبيره جدا، لان انت برضه ما مسكتش البضاعه في ايديك، ما تعرفش قيمتها والكواليتي بتاعتها عامله ايه. بس يا صاحبي، قبل ما تبدا في الدروب شيبينج محتاج تخلي بالك من حاجه صغيره. شرعيا في قاعده بتقول لا تبع ما ليس عندك. يعني لو حضرتك بتبيع منتج حضرتك ما اشتريتوش وما تملكوش، ولا حتى اديت جزء من ثمنه للمورد وعملت ويب سايت وفيسبوك بيج وقلت للناس ان الحاجه دي عندك انت وملكك انت، ده بيبقى تحت بند اسمه التدليس. ودي حاجه انا مش حابب ان انت تخش فيها، بس انا مش جاي اقفلها لك. ازاي برضو تتفادى الحرمانيه وتشتغل في الدروب شيبينج بس بطريقه حلال؟ اول حاجه ان انت تعمل نظام الوكاله. انت بتتفق مع المورد ان انت هتبقى وكيل بالعموله، يعني انت هتسوق له مقابل نسبه، بس العميل لازم يكون عارف ان المنتج ده جاي من عند المورد ده. او تاني نوع هو اسمه توصيف البيع، بمعنى ان انت بتبيع مواصفات منتج، انت مش بتبيع المنتج، وبتشرح مواصفات المنتج بتاعك وبتقول هو واحد اتنين تلاته، ولما حضرتك تطلبه انا هجيبه لك. فالعميل يبقى عارف وفاهم ان حضرتك لا تملك المنتج، ولما هو يطلبه انت هتطلبه. وحلاوه الدروب شيبينج ان لعبته كلها في الكرييتيف دايركشنز والاد استراتيجي اللي انت هتعملها. الريسيرش هنا بتبتدي تدور فيه على الويننج برودكت او الويننج برودكتس، البرودكت اللي بيحل مشكله حقيقيه مش مجرد سبوبه وخلاص. الفانل بتاعت حضرتك لازم تعمل لاندنج بيج قويه جدا عليها تراكنج تولز محترمه، مش تروح على شوبيفاي وتعمل لك ويب سايت وتمشي الدنيا. وطبعا الفيز الاخيره الريتارجتنج، ما تحسسنيش ان انا كنت بكلم نفسي في الفيديوهات اللي فاتت. لو العميل دخل وما اشتراش المنتج بتاع حضرتك هتعمل ايه؟ لازم تلاحقه على طول بتستمونيال بريفيو حقيقي، تعمل له اعاده استهداف سريعا. وزي ما اتفقنا اي عميل لازم يشوفك من 7 ل 21 مره قبل ما ياخد قرار. الدروب شيبينج مش سبوبه سهله، ده نظام لو ما اشتغلش باستراتيجي وبامانه وبمجهود مظبوط هيرميك في حته كلها خساره، وللاسف هي مش هتبقى دنيا بس. قول لي بقى يا معلم، هو انت كنت فاكر الاي كوميرس والدروب شيبينج حاجه واحده؟